اهلاوي ولا زملكاوي يا مولانا؟ شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجه، دائما اي انسان لما يشجع اللي يفرحه، اللي يبسطه. خلاص الاجابه. انا ما احبش بقى اللي يشجع اللي يزعله ولا اللي يكبته ولا ينيمه مغموم، بس خلاص كده. خلاص عرفنا. عرفت. بتتعصب بقى وانت بتشجع الاهلي؟ ما تعصبش. انا اعلم ان الفريق زي القارئ القرآن، هو محترف. اذا كان ربنا موفقه بيبدع ويمتع الناس، غير موفق فبيخفق ويكون عنده ضيق نفس، عنده بلغم، مش موفق الصوتيات، مش مبسوط، مزاجه مش حلو، فبيكون مستواه اقل من المعهود. مش معنى ذلك انه مش متميز، لا هو متميز برضه حتى ولو لم لكن يوفق. لفتره مولانا الشيخ عمران بالمناسبه كان زملكاوي ومتعصب كمان. كان متعصب قوي وهو بيشجع الزمالك رحمه الله عليه. طبعا انت ذكرت لي حبيبنا اللي تحدثنا عنه في اول حلقه. طبعا انا كان ليا صديق يعني غريب الشكل، كان زملكاوي، ولما الزمالك يتغلب اعزك الله، انا مش عارف اشبه يعني، كان يقعد ياكل في ضوافره من العصبيه. لما يعني يدخل على اللحم وبعدين تجده يمشي في وشه، يعني احنا بين لو بين الزقازيق حوالي 8 كيلو، الاقيه راح الزقازيق ماشي على رجله وهو مش حاسس، ويرجع ماشي على رجله للدرجه دي. يقول لك انا بنفس عن نفسي. فمشكله كبيره جدا يعني العصبيه الزايده دي، ربنا يحفظنا. اللهم امين، اللهم امين.